السلام عليكم، وياكم إسحاق من قناة إسحاق ستارز. سؤال حلقتنا اليوم: ما هي المدينة العراقية التي سميت بقبة الإسلام؟ والسؤال الثاني: ما هو الطائر الذي يطير إلى الخلف؟ خلينا نشوف أجوبة الجمهور. لا تنسوا الاشتراك في القناة. السلام عليكم. السلام عليكم. شلونك اخويا؟ السؤال يقول: ما هو الطائر الذي يستطيع الطيران الى الخلف؟ طائر يستطيع الهدهد. لا. الطنان. صحيح. شكرا عنك حبيبي. الطائر الذي يستطيع الطيران الى الخلف. الطائر الذي يستطيع الطيران إلى الخلف؟ ايه أعتقد الطنان. صحيح. شكرا لك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك عيني؟ إذا الله يحفظك ويبارك فيك. السؤال يقول: ما هي المدينة العراقية التي سميت بقبة الإسلام؟ البصرة. صحيح. شكرا لك أهلا حبيبي، وسهلا. الله والديك. مشكورا عنك. السلام عليكم. شلون اخويا؟ شو اخبارك؟ الله يعزك ويبارك فيك ويقوي قلبك. سؤال يقول: ما هي المدينة العراقية التي سميت بقبة الإسلام؟ قبة الإسلام. أي. ماكو اختيارات. لا والله. انت اي مدينة ببالك تعرفها مثلا مميزة؟ النجف. لا. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك؟ شلون الصحة؟ هلا الله يحفظك. كل الهلا. الله يبارك فيك. سؤالي: ما هي المدينة العراقية التي سميت بقبة الإسلام؟ ما هي المدينة مدينة عراقية سميت بقبة الإسلام. النجف. لا. ما هو الطائر الذي يستطيع الطيران إلى الخلف؟ الطنان. صحيح حبيبي. سؤالنا يقول: ما هو الطائر الذي يستطيع الطيران إلى الخلف؟ طائر الحمام. طنان. صحيح. شكرا. الله والديكم معنا. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.